في لحظة واحدة الدنيا اتشقلبت فوق دماغه. البطل دخل لعبة أكبر بكتير من الفلوس، لعبة فيها خيانة، مطاردات وأسرار ممكن تقتله قبل ما يفهم مين عدوه الحقيقي. جهز لي بقى نفسك لأن اللي جاي مش سهل، فنصلي على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا في تايلاند مع لارجو وابنه توم وهم بيحاولوا يصلحوا ماكينة لضخ المياه في الجزيرة، لكن توم بيتعصب لأنه مش عارف المشكلة فين وبيقرر إنه يبحث عن طريقة في النت عشان يقدر يصلحها. بس لارجو بيقول له انه كده بيضيع الوقت والاحسن انه يواجه المشكله بنفسه عشان يتعلم. فبيسمع توم كلام ابوه وبيروح يدور في الماكينه على المشكله لحد ما بيلاقيها وبيقدر يصلحها. وبعدها بنشوفهم وهم على هضبه في الجزيره وبنعرف ان زوجة لارجو متوفيه من مده ومدفونه هنا، لكن توم بيبقى متاثر جدا لانه مفتقد حنان امه اللي اتحرم منه. فبيحاول لارجو انه يواسيه ويطمنه انه جنبه دايما، بس توم وقتها بيطلب من ابوه انهم يفضلوا على الجزيرة لانه حابب يكون موجود مع عيلة امه، لكن لارجو بيفهمه انه ما ينفعش يفضل هنا لان شغله كله في المدينة ولازم يفضل متابعه. فبيتعصب توم على ابوه لانه معتقد ان الشغل هو السبب في وفاة امه، وبيطلب منه انهم يفضلوا هنا لانه مش عاوز يبقى زيه ويضيع اعز الناس من حياته بسبب الشغل. لكن في الوقت ده بنلاحظ ان في شخص مجهول بيراقبهم من فوق الهضبة، ولما بيمشي توم بيقعد لارجو عند قبر مراته وبيقول لها انه بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يربي ابنهم. بس فجأة بيسمع لارجو صوت توم وهو بيصرخ وبيطلب المساعدة، فبيجري بكل سرعته وهو مرعوب جدا عليه وبيتصدم لما بيلاقي عصابة ملثمة بتخطفه قدام اهل القرية. واول ما العصابة بتشوف لارجو بيضربوا عليه النار بشكل جنوني وباين كده انهم عاوزين يقتلوه، لكن لارجو بيقدر يتفادى الطلق الناري وبيجري في الطرق المختصرة بتاعت الجزيرة عشان ينقذ ابنه. واول ما بيقرب منهم بيطلع السكينة بتاعته وبيوقع بيها واحد منهم راكب موتوسيكل وبياخدوا منه بسرعة وبيروح وراهم عشان ينقذ ابنه ويعرف مين العصابة دي. وبنشوفه وقتها توم وهو بيحاول يفلت من العصابة لكنهم بيكتفوه وبيفقدوا الوعي، وبتستمر المطاردة باللارجو والعصابة اللي بتفتح عليه النار عشان تقتله، لكنه بيستخدم الموتوسيكل كدرع عشان يتصدى للرصاص بتاع العصابة. وساعتها توم بيفوق وبيزق واحد منهم وبيرميه بره العربية، فبيزود لارجو سرعته وبيقدر يدوس على وش واحد منهم بالموتوسيكل بتاعه وبيبدأ يشتبك مع باقي العصابة وبيبان انه مهاري جدا وبيوجه لهم ضربات عنيفة، لكن واحد منهم بيغفله وكان عاوز يوقعه من العربية بس لارجو بيخنقه برجله وبيرميه وبيتعلق في العربية في آخر لحظة. وبعد معاناة بيقدر يطلع تاني وبيدخل في معركة عنيفة جدا مع باقي العصابة، ومع انهم مسلحين لكنه بيقدر بمهاراته انه يخلص عليهم كلهم. ولسه هيوقف العربية بيتفاجئ انها طارت بيهم من فوق الجبل ونزلت في النهر. وفي الوقت ده بنشوف واحد اسمه ايزو وهو بيقرب منهم وبنعرف ان ده الشخص اللي كان بيراقبهم من شوية، لكنه بيتعصب جدا لما بيشوف عربية العصابة متدمرة في النهر. وبعد شوية بيفوق لارجو وبيفضل يدور على ابنه وبينادي عليه بأعلى صوته لكنه للأسف مش بيلاقيه. وفي نفس اللحظة دي بيظهر واحد من العصابة ورا ايزو وبيطلب منه يديله الفلوس اللي هم اتفقوا عليها، لكن ايزو بيقول له انهم فشلوا في المهمة وملهمش فلوس عنده. فبيتعصب المجرم وبيضربه بالنار في كتفه، بس ايزو مش بيتأثر وبيفاجئنا لما بيديله ضربة واحدة بتجمده مكانه وبيروح يفعص عينه الاتنين وبيسيبه يتألم وبيمشي. وبنعرف بعدها ان لارجو قضى شهر كامل يدور على ابنه في الجزيرة لكنه برضه مش بيلاقي اي اثر ليه، وساعتها بيدخل في حالة هلوسة وبيتخيل ان ابنه توم في المية قدامه. والصدمة اللي اتعرض لها لارجو خلت حالته صعبة جدا وكمان فقد وعيه في المية. وبعد كام شهر بنعرف ان لارجو قرر يرجع لمدينة بانكوك عشان يتابع شغله، وبنكتشف ان لارجو اصلا من اغنياء المدينة وعنده شركات كبيرة في مجال التقنية والتكنولوجيا، ده غير انه بيمتلك اكبر حصة في مجموعة دبليو اللي بنعرف انه ورثها من ابوه الحاج وينش. والمفاجأة ان المجموعة دي بتضم اكتر من 1000 شركة حول العالم في اغلبية المجالات. وطبعا مع الثراء الفاحش اللي بيمتلكه لارجو كان مكلف فريق عمليات خاصة للبحث عن ابنه توم، وفي الوقت ده بتدخل عليه ريفل مديرة اعماله عشان تديله تقرير البحث عن توم، لكن لارجو بيتصدم جدا انهم لحد دلوقتي ما يقدروش يعرفوا معلومة واحدة عنه. وتاني يوم بنشوف لارجو وهو بيحضر مؤتمر خاص بشركته عشان يعلنوا عن الابتكار الجديد بتاعهم، وفعلا بيبدأ العد التنازلي للعرض اللي هيقدمه لارجو بهيئة والد وينش باستخدام تقنية ال 3D، وبنعرف انه هيتعرض كبث مباشر في العالم كله، لكن فجأة بيتم تجسيد هيئة توم ابنه على البث المباشر. وبنعرف ان لارجو هو اللي طلب من ريفل انها تعرض اخر حاجة سجلها توم قبل اختطافه، وبيتكلم توم وبيقول ان ابوه
معتقد انه قادر يغير العالم، لكن هو مش مقتنع بكلامه، وبيقول ان العالم كله في خطر بسبب اختراعات شركة ديابلو لانها بتأثر على الغلاف الجوي، والسبب انهم بيستخدموا مواد خطيرة بتساعد على ارتفاع درجات الحرارة. وطبعا الحيوانات والبشر مع الوقت هيموتوا واحد ورا التاني لحد ما الحياة كلها تنتهي. فبيتأثر لارجو بكلام ابنه توم، وبيعلن قدام العالم كله انه قرر يحقق الامنية اللي طلبها منه، وبيظهر اختراعه الجديد للبشرية واللي بيكون طائرة ضخمة جدا بتشتغل بالكهرباء عشان تقلل تلوث الغلاف الجوي. وبنعرف انه سمى الاختراع ده باسم طائرة توم المستقبلية، وساعتها بيحس لارجو بالرضا تجاه نفسه بعد ما حقق امنية ابنه توم. لكن فجأة بيتم اختراق سيستم الشركة بتاعت لارجو، وبيظهر وقتها دكتور اسمه دينيس على البث المباشر، وبنعرف انه شريك لارجو في شركة اسمها وينج باور. والمفاجأة ان دينيس بيقول ان هو اللي صمم الاختراع ده وقعد سنين كتيرة جدا يطور فيه، ومع ذلك لارجو رفض ان هو اللي يعلن عنه، وكمان ما ذكرش اسمه في الاعلان. وساعتها بيقف لارجو مصدوم جدا من الكلام ده، لكن دينيس كمان بيلومه ان هو السبب في خسارة 1000 موظف شغلهم جوه الشركة. فبيستغرب لارجو لانه عارف ان الشركة دي مستقرة في شغلها بنسبة كبيرة، لكنه بيتفاجئ ان دينيس بيطلع مسدسه وبيقتل نفسه قدام ملايين من الناس على البث المباشر. وطبعا اللي حصل ده بيطلع اشاعة ان لارجو هو السبب في موته قدام الناس كلها. وساعتها لارجو بيطلب من ريفل انها تعمل اجتماع لكل الشركاء عشان يلاقوا حل للمصيبة دي، لكن وهو رايح الاجتماع بيلاقي تليفونه بيرن وبيتصدم جدا انها من ابنه توم. بس لما بيرد بنكتشف ان ايزو هو اللي بيكلمه، وبيقول له ان ابنه توم بخير وفي حتة امان. فبيتعصب لارجو وبيهدده انه لو عمل حاجة في ابنه هيوصل له وهيقتله، لكن ايزو وقتها بيضحك وبيقول له ان الكلام ده كبير قوي، وبيطلب منه يخلص حوار دينيس الاول وبعدين يتفاهموا. فبيتصدم لارجو ان الشخص المجهول ده هو اللي اجبر دينيس يعمل كده قدام البث المباشر، لكنه مش بيبقى فاهم اي حاجة ولا عارف الشخص ده عاوز منه ايه. فبيحاول انه يهدي نفسه وبيروح يحضر الاجتماع مع الشركاء، وهناك بيتكلم معاه واحد اسمه ويلس، وبيكشف له ان فعلا شركة وينج باور خسرت اسهم كتير وفقدت موظفين اكتر الفترة الاخيرة. فبيتصدم لارجو لانه ما عندوش خبر بالموضوع ده، لكن يوليس بيفهمه انهم ما عرفوش الكارثة دي لان في شخص زور بيانات الشركة اللي بتورد لهم المواد الخام، والشخص ده كان اسمه ستيف وكان لسه متعين جديد في الشركة. والمفاجأة انه بعد ما نفذ كل المصايب دي اختفى تماما ومحدش عارف يوصل له. فبيتصدم لارجو بيعرفه ان دينيس قال انه حاول يتصل بيه اكتر من مرة، لكنه لما دور في السجل بتاعه ملاش ولا اتصال ولا حتى رسالة منه. وساعتها يوليس بيكشف له ان الخسارة اللي تعرضت لها شركة وينج باور هتدمر مستقبل المجموعة كلها. وبيتصدم لارجو لما بيعرف انهم ضخوا 50 مليار دولار في اسهم الشركة وخسروهم كلهم. فبيشك لارجو ان الشخص اللي خطف ابنه هو اللي تسبب في خسارة شركته، وعشان كده بيقرر يروح لبيت دينيس بنفسه عشان يفهم ايه اللي بيحصل. واول ما بيوصل هناك بيتفاجئ ان مفيش حد جوه البيت، وكمان جثته اختفت من مكانها. فبيقلق جدا وبيروح يفتح اللابتوب بتاع دينيس وبينقل الداتا الخاصة بالشركة على تليفونه، لكن فجأة هيلين مرات دينيس بتهدده بالبندقية لانها معتقدة ان هو اللي قتله، وبتعرفه انها بلغت الشرطة عشان يجوا يقبضوا عليه. بس لارجو بيهديها وبيشرح لها انه جاي هنا عشان يفهم اللي بيحصل، وبيعرفها انه متأكد ان اللي قتل جوزها ودمر شركته هو نفس الشخص اللي خطف ابنه من شهرين. فبتنزل هيلين البندقية وبتقول له انها عرفت من دينيس ان في واحد من الشركاء بتوعه هو السبب في كل ده، ولسه هيلين هتنطق اسمه بتتضرب بالصعق الكهربي من شخص ملثم وبتفقد الوعي. فبيقوم لارجو يهجم عليه وبيدخلوا هما الاتنين في معركة شرسة جدا، وساعتها بيكشف الشخص ده عن نفسه وبنعرف انه ايزو، وبيكملوا هما الاتنين معركتهم، وبيقدر لارجو انه يطعنه بالسكينة في ايده، لكن ايزو مش بيتأثر وبيكهربه بالصاعق وبيفقدوا الوعي. وبعدها بيطلع السكينة من ايده وبيروح يطعن بيها هيلين وبيقتلها، وساعتها بيفوق لارجو لكن حركته بتبقى مشلولة تماما. وايزو وقتها بيسمعوا تسجيل صوتي لابنه توم عشان يعرفوا انه قدر يخدعه ويجيبه هنا بسهولة، وبعدها بيديله بالرجل عشان يفقده وعيه مرة تانية وبيهرب من المكان. وبنعرف بعدها ان لارجو هو اللي لبس جريمة قتل هيلين، وطبعا ما تسماش عليه في الاخبار، وكل الناس اتأكدت ان هو السبب في انتحار دينيس، وبيتم حبسه في زنزانة لحد ما يتم الحكم عليه. لكن وقتها بيلاقي المأمور جاي يرمي واحدة اسمها لوني في الزنزانة اللي جنبه، واول ما بتشوفه لوني بتتعرف عليه وبتفتح بسرعة لايف عشان تعلي الريتش عندها. فبيتعصب لارجو وبيسحب منها التليفون وبيحاول يتصل بيوليس عشان يحاول يخرجه من السجن، لكن يوليس ما بيردش اصلا عليه لانه حضر اجتماع لكبار شركة دبليو، وبيتناقشوا كلهم عشان يلاقوا حل يقلل حجم الخسارة بعد ما اسم لارجو اتداس عليه بالجزمة. فبيقترح عليهم واحد من الشركاء انهم يستخدموا الاستراتيجية رقم 51،
السجن، وساعتها كل الشركاء بيوافقوا لكننا ما نعرفش الاستراتيجية دي هتعمل ايه بالظبط في الشركة. وفي الناحية التانية بيحاول لارجو انه يخرج من السجن بأي طريقة، وبيلاقي المأمور جاي يتعدى على لوني فبيستفزه عشان يقرب من الزنزانة بتاعته، وساعتها بيضربه في الحديد لحد ما بيفقدوا الوعي. وطبعا لوني بتكون مصدومة لكنها بتروح تفتح له الزنزانة وبيهربوا هما الاتنين. بس المصيبة ان اول ما بيمشي في الشارع بيلاقي المتظاهرين بيجروا وراه عشان ينتقموا منه، فبيتصدم لارجو لكنه بيلاقي زلاجة قدامه فبياخدها وبيهرب بيها هو ولوني بعيد عنهم. لكن وقتها بيكون ايزو في المكان وبيتعصب لما بيشوف لارجو هرب من السجن، وعشان كده بياخد البيتج باجي بتاعته وبيطارده بيها. فبيحاول لارجو يضرب عليه النار عشان يقتله بس الطلق بيخلص منه، ولوني في عالم موازي بتكون فاتحة لايف وبتوثق اللحظة اللي هتموت فيها. ولما بتسأل لارجو مين الشخص ده بيقول لها على البث المباشر ان هو اللي قتل دينيس ومراته هيلين، وبعدها بيعمل فخ لايزو وبيقدر يوقعه من على البيتج باجي، وبيدخلوا هما الاتنين في معركة عنيفة جدا، ولارجو بيكسر وشه وبيسأله عن مكان ابنه. لكن الغريب ان ايزو بيتضرب وهو بيضحك من قلبه، وبعدها بيكهرب لارجو بالصاعق الكهربي وبيبعدوا عنه، وبيقوم بسرعة عشان يقتله لكن فجأة بتديله لوني بالخشب على دماغه بتوقعه من فوق الجبل، فبيشكرها لارجو على انقاذه وبياخدها وبيهربوا من المكان. وبعد كام ساعة بنشوفه على الطيارة بتاعته لانه قرر يفضل فوق شوية لحد ما يلاقي طريقة يبرأ نفسه بيها، وبيقدر انه يتواصل مع ريفل اللي بتكشف له ان الشركاء قرروا يستخدموا الاستراتيجية رقم 51. فبيتصدم لارجو لكنه ما بيقولناش اي تفاصيل عن الاستراتيجية دي، بس بيطلب من ريفل انها تفضل على تواصل معاه من غير ما حد يعرف. وبعد شوية بيوصل بلوني للجزيرة عشان يقابل اهل مراته ويستخبى شوية عندهم، فبيرحب بيه فينتو وبيتمشوا هما الاتنين في الجزيرة. وساعتها لارجو بيحكي له اللي حصل وبيعرفه انه لبس قضية قتل والشرطة قلب عليه الدنيا، فبيهديه فينتو وبيطمنه انه هنا في امان، وبيدعي له كمان انه يلاقي توم ابنه. ولما بيمشي بيروح لارجو يدور على لوني وبيتفاجئ لما بيلاقيها واقفة عند قبر مراته، فبيتعصب جدا لدرجة انه ما بيعرفش يتنفس لانه افتكر مراته وابنه. بس لوني بتساعده انه يتنفس تاني لكنه بينهار من العياط وهي مش بتقدر تمنعه. ولما بيهدى بيفتح تليفونه عشان يتفاجئ ان مجموعة ديابلو كلها طردته من الشراكة، وبنعرف انهم عملوا كده عشان يبرئوا سمعتهم من جرايمه. ولارجو بيأكد لنا ان اللي حصل دلوقتي يبقى الاستراتيجية رقم 51 اللي اتكلموا عنها. فبيتعصب جدا وبيبعت رسالة صوتية لديليس لانه عارف انه صاحب القرار، وبيسأله لو هو كمان المسؤول عن خطف ابنه، لكن ديليس بيسمع الرسالة وما بيردش عليه اساسا. وفي الوقت ده بنشوف ايزو وهو داخل نفس الشركة اللي فيها ديليس، لكن المفاجأة انه بيقتل واحد من الشركاء المهمين جدا قدام ديليس وبيطلب منه يقعد يستريح، وبعدها بيهدده بالسلاح انه يكتب اعتراف رسمي ان هو اللي قتل شريكه رودي لانه المسؤول عن تدمير بنك دبليو، ويكتب كمان ان لارجو هو المسؤول عن باقي الجرايم، وبيخليه يمضي على الاعتراف ده بخط ايده. لكن بعد ما بيخلص بيقتله. وتاني يوم بيصحى لارجو على تهديد من بنت مجهولة عاوزة تقتله هو ولوني، بس فجأة بتظهر ريفل وبتكهربها بالصاعق وبتنقذهم. وبعدها بتعرف لارجو انها شافت صورة ابنه توم معروضة في الدارك ويب، وبتكشف له ان اللي ناشرها هي الشركة اللي هيلين ما لحقتش تقول اسمها قبل ما تتقتل، لكنها قدرت توصل لاسمها وكمان عرفت مكانها بالتفصيل. فبيقرر وقتها لارجو انه يتحرك فورا على مكانها عشان ينقذ ابنه. بس وهما في الطريق بيتصدم جدا لما بيشوف خبر اغتيال رودي وديليس، لكنه ما بيهتمش قوي لانه اساسا ما كانش طايقهم. بس وقتها بيتخيل حاجات حصلت في الماضي، وبنكتشف ان لارجو وهو صغير شاف موظف من شركة ابوه جاي يطلب منه يعالجه، وبيعرفه ان جهازه العصبي اتدمر تماما بسبب التجارب اللي اتعملت عليه من شركة دبليو، وبيفهمه انه لازم يتعالج لان ابنه هو كمان ما بقاش يحس باي حاجة. لكن ابوه وينش رفض وحصلت بينهم خناقة كبيرة اتسببت في موت الموظف، وساعتها بنكتشف ان ابن الموظف ده يبقى ايزو لانه ما كانش بيحس باي ضربة. وبيتأكد وقتها لارجو انه عمل كل ده عشان ينتقم لموت ابوه من عيلة وينش. وبعد شوية بيوصل لارجو والباقي لمقر الشركة، وبيقدروا يدخلوا وهم متنكرين في هيئة عمال، وبيفضل لارجو يوري صورة ابنه للعمال على امل ان حد فيهم يكون شافه، بس للاسف مفيش حد منهم بيتعرف عليه. وريفل وقتها بتغفل الحراس وبتقدر تهكر سيستم المراقبة بتاع الشركة، وبتفضل تراقب الكاميرات على امل تلاقي المكان اللي محبوس فيه توم. وبنرجع عند لارجو اللي بيشوف واحد من الحراس وهو بيضرب بنت صغيرة لحد ما بيفقدها الوعي، فبيضربه على دماغه وبيشيل البنت عشان يوديها المكان يعالجها فيه. لكن الهبلة لوني كانت فاتحة لايف فبيشتمها لارجو وبيخليها تقفله. وفي الناحية التانية بيظهر ايزو عند ريفل وبيهددها بالمسدس، لكن المفاجأة انها بتقوم تهزر معاه، وبنعرف انها خانت لارجو وكانت شغالة مع حبيب القلب ايزو. وبعدها بترجع عند لارجو وبتعرفه انها لقيت واحد شبه توم وبتعرفه مكانه، لكنها بتطلب
بتطلب منه ياخد باله من نفسه لأنه ممكن يطلع فخ، فبيشكرها لارجو وبيستنى الدنيا تليل وبيروح يقابل صاحب الشركة. وريفل وقتها بتتصل بايزو عشان تعرفه اللي حصل، لكن لوني بتسمعها وبتضربها على دماغها وبتحاول تعرف لارجو، بس هو كان وصل عند اوين صاحب الشركة اللي ما بيعملش اي حاجة غير انه بياكل. فبيغفل لارجو الحراس بتوعه وبيضربهم كلهم، وبعدها بيهدده بالسلاح عشان يعرف منه مكان توم، ولما بيشاور له عليه بيضربه هو كمان وبيفقده الوعي. وبيروح بسرعة يطمن على ابنه لكنه بيتفاجئ انه شخص تاني، وساعتها بيظهر ايزو وهو مهدده بالسلاح وبيعرفه ان ابنه غرق في النهر، وبياخده معاه عند اوين اللي اول ما بيفوقه بيأمره يجيب له الفلاشة الخاصة بشركة وينج باور. لكن اوين بيشغل دماغه وبيطلع سلاحه، بس لارجو بيضربه بالسكينة وبيقتله. وساعتها بيروح ايزو يجيب الهارد وبيعرف لارجو انه دلوقتي معاه كل المعلومات اللي توديه ورا الشمس، وبيعمر سلاحه عشان يقتله انتقاما لموت والده. بس فجأة بتدخل رايفل بالونش في المكان اللي هم فيه، وطبعا لارجو بيستغل اللي حصل وبيهجم على ايزو عشان يقتله، بس ايزو بيبقى قوي جدا، ده غير انه ما بيحسش باي ضربة بيوجهها له لارجو. وقبل ما ايزو ينهي حياته بيضرب واحد من الحراس عليهم النار بشكل عشوائي. وريفل وقتها كانت وصلت عند لوني وكهربتها بالصاعق الكهربي، وبيكون لارجو استغل الفرصة وطلع يكسر وش ايزو بضربات عنيفة جدا، وبيقدر يسيطر عليه وبيخنقه من رقبته بالحديد عشان يقتله. لكن فجأة بتظهر ريفل وبتهدد لارجو بالسلاح انها تقتل لوني لو ما بعدش عن اخوها. فبيتصدم لارجو لما بيعرف انها طول المدة دي كانت بتخونه، بس لوني بتستغل انشغالهم وبتخطف المسدس من ايد ريفل وبترميها من فوق المصنع، لكن هي كمان بتقع بس في المية. ولارجو وقتها بيجري بسرعة عشان يلحقها لانها مش بتعرف تعوم، ولما بيطلعها من المية بيديها واحدة بالصاعق عشان يفوقها غصب عنها. بس طبعا ايزو استغل الفرصة دي وهرب من المكان. وبعد مرور كام سنة بنشوف توم وهو موجود على الجزيرة مع قبيلة تايلاندية، لكن الصدمة الكبيرة انه فقد الذاكرة وده اللي خلاه مش فاكر اي حاجة خالص. والمفاجأة ان ايزو قدر يحدد مكانه وقرر وقتها انه يتبناه واخده عشان يعيش معاه، لكن وهو ماشي بيفتكر شكل ابوه لارجو، بس للاسف مش بيقدر يعرف هو مين. وفي الناحية التانية بنشوف لوني وهي رايحة لواحدة من شركات لارجو عشان تستلم وظيفتها الجديدة، وبنعرف ان لارجو قدر يثبت براءته ورجع كل ممتلكاته، لكن شكله كده خسر ابنه نهائيا. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات، ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.